يا غالب القاضي ما سويت، وليش يا غالب القاضي لا تقولش انا بحقها ما خطيت، ولك سوابق من الماضي. يا غالب القاضي ما سويت، وليش يا غالب القاضي لا تقولش انا بحقها ما خطيت، ولك سوابق من الماضي. تزوجت بك بلاش ما اديت، كفتك مدت لها فاضي، ظنت بانك لها حبيت وانك حتحني وبتراضي، ولما انتهيت من سكوب الزيت اسف على بعض الفاظي. كسبوا ذهب هلها شليت، سوق الكساء والذهب حاضي. ما عاد بكملش ولكن طالب الدولة ان تجمع الاثنين هناك في بث مباشر، او يطلعوا يوضحوا لنا ايش الذي صار، ومن عندها الحق ومن عنده قد ربما كل واحد يتبلى على الثاني ولا هذا كذا. بالنسبه لغالب القاضي انا مرتاح له، والله مرتاح له من الحين شفته، لكن قد ربما يكون مظلوم، قد ربما تكون هي مظلومه، ما احناش عارفين. احنا كل واحد بيخاف على ذمته. يعني اليوم احنا بضاعه موت، اليوم احنا على الدنيا واحنا مودعينها، والمنشوره هذه بتكون شاهده علينا، بتجني لنا اما حسنات واما سيئات. في بعض المشاهير يبالغوا اذا في نقد يبالغوا في الموضوع، يهولوا فيه. فمثل الان يعني قد بينشروا انه غالب القاضي هرب واخذ عفشه ومدري، ما احناش دارين. لو شفنا او طلع ناطق رسمي يقول رحنا نقبض على غالب القاضي على اساس نقابله في البنت هذه التي طلعت اتهمته في حاجات، يقولوا وصلنا وهو قد هرب، يعني تصريح رسمي علشان احنا نطلع نتكلم على بينه، نتكلم على حقائق، يعني مش اي حاجه توصل. يعني هذاك المشهور هذاك نزل فيديو وقال الثاني يبصر الفيديو هذا يبصر لا ما يكمل الفيديو، يكمل يقلب الكاميرا وصور وده نفس الكلام نفس المعلومات. ها اسمع لك هبلي خذ لك غالب القاضي. انا قلت لكم انا مرتاحلش، مش على اساس ان انا مرتاحلش اقول فعل وما رج داري. طيب هو طلع تكلم وهي طلعت تكلمت، الدولة عليها ان تتحرك وتدي البنت وتدي هذا غالب القاضي. يلا ويطلع واحد يصرح ويقول الخبر، لانه القضية قضية رأي عام، يطلع يقول الخبر الصح 1 2 3، واحنا نرجع نتحرك ندي ابوه جلد. اكثر التعليقات سب، شتم، لعن، قذف. عالج الغلط بس بصح، مش تعالج الغلط بالغلط. تحياتي لكم.